مساء الخير، مساء العافية عليكم حبايبي. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اول ما نبدأ الفيديو نذكر الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا رجعت لكم بعد غياب يمكن 4 ايام، بعد تعودتوا علي انا كل 3 ايام كل 4 ايام يلا انزل. تعرفوا بنات مدارس وهلا امتحانات، فبصراحة ما عندي وقت يعني والله اكملهم منها امتحانات واحط راسي وانام، لان كلش ما جاي انام هواية هالايام، عندي نقص نوم مو شلون ما كان. طبعا اقعد بالسبعة، مرات اقعد بالخمسة، والله وما لحق يعني. بالنهار شغل البيت اكمل شغله من هنا، حلوا يعني غديتهم يعني غسلت ماعين انه بلشنا نقرا. ابد والله ما عندي مجال. طبعا الليل طويل بس بنات النهار كلش قصير، يعني يا دوب اكمل شغله منها وادرسهم. وبالليل يعني ما اقدر يعني امنتج لكم صراحه، منحسه او يطلع المونتاج ابد مو حلو. يعني مو مثل واحد بالنهار يعني نشاط عنده شويه وصوته يعني واضح. فبصراحه يعني ما اقدر امنتج بالليل لان تعبانه منها شغل البيت ومنها دراسه، فما اقدر. يعني مرات اقعد الصبح تقريبا بالسبعة يعني امشيهم للمدرسة، وهاي مرات امنتج لكم بصراحة، مرات لا والله اذا تعبانة وما نايمة بالليل ما اقدر امنتج. فهسه يعني كملتهم يعني قريتهم، عندهم باكر ان شاء الله امتحانات، فقلت خليني امنتج الفيديو ما دام اليوم ما عندي شيء. طبعا مثل ما شفتوا بنات ببداية الفيديو عندي ملابس خليتهن بالغسالة، كملت شغلة من الحمام، غسلت ملابس وكملت. طبعا عندي وجبة عفتها تفتر بالغسالة. هسه وين اجيت هنا؟ طبعا راح اسوي اليوم تبسي للغدا، تبسي بالخضروات. طبعا بدون لا لحم ولا دجاج. طبعا انا مرات اسوي بنات على لحم، مرات دجاج، مرات هيجي، لان اليوم ناوية اسوي على العشاء فطار. طبعا اليوم ما قلت لكم انا على الفيديو مالتنا شنو بي وشنو ما بي. طبعا بي هو شغلات حلوة، بي مشتريات شتوية، طبعا مشتريات كلش بسيطة. عمتي جابتن للأولاد، وبعدها ناوية أجيب لهم ملابس، لأن تعرفون الشتاء يعني بعد بدايته. فإن شاء الله يعني بخلي يذبون بعد بضاعة حلوة، وإن شاء الله أجيب للجهال وهم أصورها لكم. هالمرة التبسة مالتنا بنات يعني ما قليت لا الباذنجان ولا البوتيتا ولا البصل، طبعا سويتها بطريقة مختلفة، يعني بطريقة جديدة بصراحة. هاي أول مرة أسوي أنا، كل مرة لا والله يعني أقلي، فهالمرة ما قليته. بس بنات طعنا طعم كلش طيب، يعني ماكو فرق، يعني اللي أقلي بصراحة نفس الطعم كان. انت اذا تحبون مثل قلوا. فهنا بعد ما كملنا، طبعا هالتبسي كلش سريع، اذا كنت مستعجلة فنصحك تسوين هاي الطريقة على السريع. تقشرين الخضروات، تخلين زيت، تحمسين وتخلين يعني معجون. اكو بيهم يحطون يعني ويا محكرونة ويا التبسي. طبعا هم فد مرة جربتها وخليت محكرونة، هم طعم كلش طيب. يعني من يريد يستوي التبسي، السلق عندك المحكرونة يعني مسلوقة، تخلينها عليها وتطفين الجدر حتى لا تنمرض عندك. هنا راح اسوي وياه تمن شعرية. هنا راح احمس الشعرية، طبعا انا بخليه بصل وزيت، وبس تحمر الشعرية راح اضيف الماء. بس بنات يعني يفور الماء ياخذ الطعم مالت الشعرية، انه بتخلين عليه التمن راح يطلع التمن عندك كلش طيب. اليوم ما قلت لكم على اللايك، طبعا اذا وصلت لهنا اذا حبيت الفيديو خلونا لايك، واذا ما حبيت الفيديو لا تخلونا لايك. واذا ما مشتركين اشتركوا، واذا حبيتوا محتوى القناة شاركوها بين الاهل والاصدقاء حتى تكبر عائلتنا بوجودكم. وحبايبي راح اترك لكم رابط الانستغرام واليوزر مالته. طبعا اذا دخلتوا على الانستغرام من خلال الرابط، اذا ما فتح عندكم اكتبوا بس اليوزر مالتي، ومخلي انا نفس الصوره مالت القناه مخليتها نفسيتها على الانستغرام. ضيفونا، طبعا انشر يوميات، واذا عندكم اي استفسار او قصه راسلونا على الانستغرام. وتابعونا على التيك توك والكواي. واهلا وسهلا بمتابعيني القديمين والجدد. وحبايب يلا همتكم، تقريبا ما بقى لنا شي، تقريبا بال40 مشترك هيك ونوصل 9K. فأتمنى من خلال هذا الفيديو توصلنا 9K. وهسه هنا هذا الغدا مالتنا جهز، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا بنات يعني أنا جهالي قسم بيهم دوامهم ظهري وقسم دوامهم صباحي. فهنا أنا جي طبعا هاي ورا الغدا، هنا جيت أسبح أحمد وحمودي. طبعا هذن المشتريات مالتي، طبعا هذن عمتي جابتهن تراكات للأولاد. طبعا بنات يعني هنا مو كلش خاين، يعني لبسن هيك يعني وقت، لأن هسه بداية الشتاء يعني الجو مو كلش بارد، يعني شلون بهاريات، فقماش يعني كلش حلو والنوعية مالتهن زينة. واحنا يعني مرات بنات يعني نجيب للأولاد يعني نفس اللون، مرات لا يعني ألوان مختلفة. طبعا أنا عندي البنات يعني من أجيب لهن تراكات نفس اللون، مرات لا والله يعني مو نفس اللون أجيب لهن. هسه هنا بعد ما جهزنا الملابس مالتهم، وهنا سبحت أحمد وسبحت حمود، بس حمود ما صورته لكم لأن كان عنده دروس فراح يقرأ. هنا هذا حماد الوكح سبحته ومشاته، طبعا ما يخليني أصور، هاي قوة جاي أصور بيه.
وحمود هم أخذت له سترة، فشوية بنات كبيرة علي فخد يعني وديناها يم الخياط، فإن شاء الله بس يقرمها يعني ويسويها على قده هم أصورها إلكم. هسه هنا حماده هاد جهزناه وسبحناه. وهسه هنا بنات صار الدنيا الليل. طبعا هنا جيت اسوي لهم عشاء، قلت لكم فطائر راح اسوي لهم. هنا بنات عندي لحم مثروم خليت عليه عليه بصل ثرمت ناعم وكرفس خليت عليه، وقطع من البوتيتا. طبعا هذا احمد يصفر ما عليكم به. هنا عندي هاي بنات اللي بالحافظة. طبعا قبل كم يوم سويت بيتزا وزاد من يمها صلصة وزاد لحم مثروم، فخليت اللحم على الصلصة وفرسته بالثلاجة. فاليوم طبعا هاي البنات الحشوة اللي راح اسوي، طبعا هي نفس الحشوة مالت الكبة بنات، فانا اضيفن عليها كل مرة يعني معجون. فهالمرة يعني مو عندي اليوم قضيت لكم فهالمرة غلتوا. عندها هاي الصلصة وبيها لحم فقلبتها على الحشوة. هنا عندي بنات ذات انتو يعني مستعجلين وعندكم دوام، فانصحكم بنات والله العظيم تسوون هاي العجينة العشر دقائق. طبعا انا عجنتها وعلى ما صليت وكملت لقيتها مختمرة، فاجيت يعني رسة بلشيت بيها. عندي بنات هاي العجينة العشر دقائق انا هم منزلتها بالقناة مالتي. تخلون كوبين من الطحين وتخلون ربع كوب من الزيت، وخاشوقة مال كوب من الخميرة، وخاشوقة مال شكر مال كوب، وخاشوقة مال شاي من الملح، وكوب من الماي بنات، وتخبطونهم وتتركونها 10 دقائق. وكوب من الطحين اذا قلت لكم بالبداية ما قلت لكم العفو. وان شاء الله راح اكتب لكم المقادير مالتها بصندوق الوصف. فتركتها قلت لكم والله على ما صليت وكملت، فرجعت لقيتها مختمرة. طبعا هي 10 دقائق تختمر عندي. هنا بعد ما اختمرت خليت وياها 3 أكواب من الطحين، يعني هن 2 بنات للخمرة و3 للعجن. فعجنتها ورأسة بلشت أشتغل بيها. طبعا أول مرة أجيت أسويها هيك يعني كبيرة يعني فطيرة، أنا مرات أسويها كبيرة. فالنوم قلت لا خلنا نسويهن يعني قطع كبار يعني وأشكلهن أحسن. مرات أنا متن بالشبك، هالمرة لا والله يعني استخدمت إيدي يعني على السرعة كنت مستعجلة. طبعا أنا سويت صينيتين. هاي أول مرة هنا وأنا واقفة على الكاونتر قمت أشتغل بهاي الحشوة مالتنا بعد ما جهزت. والنبى يعني سديت التصوير، فبصراحة قعدت بالقاع وقمت أشتغل لأن بنات هواية صينيتين ورجلي أذنن من وقفة. فبهالشكل بنات انتو يعني الشكل اللي يعجبكم يعني سووا. طبعا انا هالشكل هاد دائما اسوي من يمه. هنا منا راح اشرحها بالسكينة وابرمها، والوجه راح ادهنه ابيض. الفرن انا هم حاميته تقريبا قبل لا اشتغل. انا مرات بنات احمي يعني حتى من ادخل الصينية بالفرن بسرعة تستوي عندي، واخليها على درجة حرارة 250 واشغلها من الفوق والجو يعني بسرعة تقريبا ما اخذت من يمه اقل نص ساعة بنات تستوين. هسه هاي اول وحدة سويناها. قلت لكم انتم الحجم اللي تردونه والشكل اللي تردونه سووه. طبعا بنات انا مرات احشيها جبن او بوتيتا هم تطلع كلش طيبة. طبعا جبن مثلث وبوتيتا اسلكها واخلي وياها كرفس واعجنها سوي يعني البوتيتا والكرفس والجبن تنطط طعم بنات كلش طيب. وهسه هنا بنات بعد ما كملتها طبعا سويت اشكال. طبعا شكل هناك على شكل مثلث، وهذا الشكل الثاني هم سويت هيك الشكل. طبعا هذا نفس الصمونة وتخلون بباطنها حشوهم تطلع كلش طيبة. وهسه هنا بنات بعد ما كملناهم تقريبا بقوا اقل من نص ساعة بالفرن. طبعا انا شوفوا قسم خليت لهم بيض او قسم ما خليت على الوجه بيض، لان مو الكل يحب نكهة البيض بالفطائر بصراحة. فاللي يحبون نكهة البيض خليت لهم، واللي ما يحبون نكهة البيض ما خليت لهم. واذا انتم يعني ما تحبون نكهة البيض بنات عاد تقدرون حليب تخبطون يعني وتدهنون الوجه مالت الفطائر او زيت بكيفكم، هذا الشي راجع لكم. طبعا هنا بالليل حمودي كان عنده املاء بهذا الدرس. طبعا قعدت اراجع له بالليل. طبعا انا اعيده الى بنات
مرتين وثلاثة منها لحد ما يدرخه زين. طبعا مرات المعلمة يعني تخلي تلغسلهم مثل 3 أسطر، مرات سطرين، مرات لا والله يعني ما تلغسلهم أي سطر، فأنا أبقى يعني أحافظه إلا بالمخربط. هنا طبعا بالليل جبنا هاي الكيكة، طبعا سعرها كلش رخيص هاي بنات وطعمها كلش طيب، ويعني أقلكم تكفي يعني ال5 نفرات 4 نفرات، وبها أشكال طبعا الشكل اللي يعجبكم. طبعا أنا هم بحثت عليها باليوتيوب وشلون يسوونها بنات يسوونها بقطية المعجون، وحابة بصراحة الفكرة كلش يعني عجبتني وأسويها. والمقادير بنات انتو يعني تقدرون مثل تخلون مثل قلاص طحين، مثل ربع قلاص زيت، مثل بيضة واحدة أو بيضايتين، يعني هيك عينكم ميزانكم. بصراحة أنا إن شاء الله الأيام الجاية راح أسويها وأنزلكم الطريقة. هنا طبعا هاي ثاني يوم الظهر حضريت للحمودي وفطومة لانج بوكس، طبعا حمودي راد اندومي، فطومة شيبس، واللانج خليت لها، وهذا عصير الحمودي. طبعا مرات يعني هم يحبون ياخذون وياهم مثل اكل، مرات لا والله ما يقبلون. بالدوام الصباح اخلي لهم، مرات بالظهر يعني هم ورا المشتهات مالتهم انا اخلي لهم اكل، وهم انطيهم مصرف. قولوا لي بنات شلون هاي مستويات اولادكم بالمدرسة؟ ان شاء الله زينة. وهسه حبايبي الفيديو مالتنا قرب على الانتهاء، هسه اترككم في حفظ الرحمن ومع الف سلامة، انتظروني بفيديو قادم، مشاهدة ممتعة.